باسم الآب والابن والروح القدس الواحد آمين. أحبائي، في سلسلة آلف الأمثال الإصحاح 24 والآية 21 يقول الكتاب في الآية 21: يا ابني اخشى الرب والملك، لا تخالط المتقلبين. وخلوا بالكم إن بعد يا ابني اخشى الرب والملك نقطة، ده معناها إن الجملة كده كاملة خلاص. يا ابني خاف ربنا وخاف الملك، دي وصية إن احنا نخاف الله ونخاف الرؤساء. النص الثاني من الآية يقول بقى لا تخالط المتقلبين. لا تخالط يعني ما تمتزجش معاهم، ما تخشش في وسطهم، ما تبقاش قريب منهم أو ما تتأثرش بيهم. والمتقلبين هنا مقصود بيها ذو الرأي المخالف، يعني الناس اللي هي مش بتؤمن بربنا، أو الناس اللي هي ضد الرؤساء أو ضد النظام. فلا تخالط الناس دي، الناس اللي هي ضد مشيئة الله. وإن احنا عارفين إن كل ترتيب بشري إنما هو من الله، الرئاسات يعني. فبالتالي لا تخالط الناس اللي هي مثيرة للشكاية أو مثيرة للثورات، أو لا هي أمر ضد الله أو ضد الملك. فالآية بتقول يا ابني اخشى الرب والملك، بعد كده نقطة ويبتدي وصية جديدة يقول لا تخالط المتقلبين. دي وصية لكل واحد فينا، لما حدش يخالط المتقلبين. أشكركم.